السلام عليكم. مسا الناس الكويسة عاملين ايه يا حبايب قلب بابا بهوش؟ وبدون اي تأخير يلا بينا ندخل على الفيديو الجديد بتاع النهاردة. انت بطلت يا صديقي تقدم، بطلت تحاول، بطلت تستنى ان حاجة اصلا تحصل، وبتقول لنفسك ان ده نوع من انواع النضج، انك اخيرا اتصالحت مع الموضوع، انك مش بتطلب الحاجة دي مرة تانية، انت بس بتحاول تعيش وتتعايش وتكون انسان بوزيتيف كويس في الدنيا دي. الجملة دي بالظبط يا صاحبي هي نفس المشكلة وأس المشكلة نفسها. اللي انت سميته سلام نفسي يا صديقي ما طلعش سلام نفسي ولو حتى بربع جنيه. انا كنت في نفس المكان ده بالظبط، قلت لنفسي نفس الكلام اللي انت بتقوله لنفسك دلوقتي، واخدت وقت طويل لحد ما فهمت ايه الشرح للموضوع ده. المفاجأة بقى ان في نبي كمان من انبياء الله يا صديقي كان ممكن يعمل نفس التصالح ده مع النفس اللي انت عملته، بس هو رفض يعمل ده يا معلم. والطريقة اللي رفض بيها هي كانت الإجابة للمشكلة بتاعتنا النهاردة. انت يا معلم في سن 28 29 30 35 ايا كان عمرك يا معلم، ما بقتش بتفتح الموضوع مع اصحابك اما بتتكلموا عن الارتباط مثلا، ولما والدتك بتسألك بتغير الكلام على طول. من بره يا صديقي شكلك ناضج وكده، عارف انت كمل، راجل كمل، بس في جملة تحت كل ده بتعملها انت عمرك ما قلتها انت بصوت عالي، بس موجودة كل ما تبص في المراية وتشوف السحنة اللي انت شايفها دي. في حاجة فيا مش مخلياني كفاية، مش كفاية للناس، مش كفاية للمجتمع، مش كفاية حتى لنفسي، وانت شايل الجملة دي طول الوقت كأنها جاية من حد براك عنده الحق انه يقولها. بس هي مش كده يا صاحبي، انت اللي قلتها لنفسك وعلى نفسك. بصيت على السكوت، على الرسائل اللي محدش رد عليها، على السنين اللي بتعدي، وفي لحظة انت اخدت القرار العظيم، قلت لنفسك انه اسهل انك انت اللي تقولها الاول على نفسك، اسهل انك تحكم على نفسك بنفسك من انك تفضل واقف مستني حد تاني يحكم عليك. ده للأسف يا صديقي الصدوق مش قبول، ده حكم انت كتبته على نفسك علشان وجع الانتظار يقف في اعتقادك، وانت معتقد انه بكده هيقف. بس في حاجة محدش قالها لك يا صديقي، الحكم ده ما كانش بس بيحميك من رفض حد تاني، بالمناسبة ده كان بيحميك من انك تسمي الحاجة الحقيقية، ده كان بيمنعك انك تسمي وتمسك الحاجة الحقيقية أس الفساد بصوت عالي لنفسك والربك. طب هقولك على حاجة، خليني اسميها لك مادام انت مش هتقولها على نفسك. انت مش خايف من انك مش هتلاقي مثلا حد يفهمك، او انك مش لاقي شريك حياتك مثلا، انت خايف انك تفضل لوحدك. دي هي كل الحكاية يا صاحبي، مش غياب الشريك، لا، الوحدة اللي قاعدة تحت غياب الشريك، او المتشكلة على انها الشريك هو اللي هيحل الحاجة. واول ما تدرك المعنى او الغاية دي كل حاجة عنك بتتغير، علشان الوحدة ليها باب. الجواز في حد ذاته ممكن يكون عمره ما كان الحل. وكان في نبي من انبياء الله عز وجل انت عارف وعارف قصته، وقف قدام الوحدة دي بالظبط ورفض يعمل نفسه انه مش واخد باله او انها مش موجودة. سيدنا زكريا يا صديقي نبي من انبياء الله، كبير في السن، متجوز من سنين طويلة بس من غير ولد. طب ما يا بهوش كده خلاويص من قبل ما تدينا القصة وتدينا العبرة، اصلا انا مش متجوز علشان تجيب لي سيرة نبي متجوز. ما تقلقش، انا عارف انت بتفكر في إيه، اصبر بس معايا. نفس الخلقة الإنسانية ونفس الشكل، بس فرق الحقبة الزمنية، كان هو في نفس مكانك. السبب اللي بحكوا لك القصة دي علشانه ان اللي عمله في الموقف ده ونفس الحركة اللي انت محتاج تعملها النهارده بالليل. كل حاجة في حياته كانت بتقول له نفس الحاجة اللي انت كل حاجة في حياتك بتقولها لك، ده مش هيحصل لك او ده مش مكتوب لك. الجسم قال لا، السن برضو قال لا، الناس اللي حواليه اللي بيحبوه اهله لو فتحوا الموضوع قدامه كانوا هيبصوا له نفس البصه الساكته اللي الناس بتبصها لك لما انت تفتح الموضوع وتقول لهم انا نفسي الاقي حل للوحده. كان معاه كل سبب موجود في الدنيا يا صاحبي انه يعمل بالظبط اللي انت بتعمله ويحط راسه في الرمل وخلاص، او يقفل الباب على نفسه ويبطل يطلب من ربه ويسميها تسليم لله ويعدي، بس هو رفض يعمل كده. والجزء ده من القصه الكل بيعدي عليه علشان هو مش مريح. سيدنا زكريا يا صديقي ما حكمش على نفسه قبل
ربنا. ما قالش انا اتصالحت مع الموضوع مثلا، ما عملش نفسه ان الاستسلام ده نوع من انواع الصبر. فضل فاتح جرح الوحدة جواه قدام ربك لسنين، وبعدين في يوم يا صديقي بعد كل السنين دي دعا دعوة واحدة، ما طلبش حاجة سطحية او بسيطة، سمى الوحدة صوت عالي لربك. بس انت عارف الفكرة مش انه سماها ازاي، الفكرة في الكلام اللي استخدمه. لقى للوحدة كلمات بتوصفها جدا لدرجة انك لما تسمعها دلوقتي هتحس انه مد ايده جوه صدرك وقراها. والكلام اللي جاي ده هو الإجابة للمشكلة بتاعتنا. بص يا معلم، ده اللي المعظم بيعمله. بعد سنين من شيل الوحدة جواهم بيوصلوا لمرحلة إنهم بيروحوا لربنا، يمكن الساعة 3 الفجر، يمكن في سجدة بعد أسبوع تقيل، ويطلبوا منه الحاجة اللي هم بيتمنوها. بيطلبوا منه الشريك. يا رب ابعت لي حد من فضلك، ابعت لي اي حد والسلام. وبيقوموا من على سجادة الصلاة بس مفيش حاجة اتغيرت، وهم مش عارفين ليه. الدعوة حسستهم من جوه، او انت لما بتعمل الحركة دي بتحس ان الدعوة فاضية. ليه صدرك لسه تقيل؟ ليه انت رجعت تاني للموبايل اول ما قمت من صلاتك وكأن مفيش حاجة حصلت؟ علشان يا صديقي الجواز او الشريك زي ما قلنا مش هو اصل المشكله، اصل المشكله في حته تانية. الجرح يا معلم اعمق من كده بكتير. طيب قول لي كده بصراحه، لما بتتخيل الجواز انت بتتخيل ايه؟ انا عارف ان انت مش همك الفرح ولا الحفله ولا الزنبليطه ولا كل ده. اقول لك همك الاساسي انك تكون مش لوحدك. بتتخيل انك بترجع البيت وتلاقي حد مستنيك. تخيل بعد صلاة الجمعة كده في هدوء في شقتك ملوش مثيل. بتتخيل انك بتنام من غير الحاجة التقيلة دي اللي على صدرك، اللي عمرها انت ما لقيت لها اسم. الحاجة دي، الحاجة التقيلة اللي في صدرك دي، هي دي الوحدة يا معلم. شفت يا معلم؟ انت بتطلب حاجة تانية على اساس ان انت رايح للاولى، بس انت مش بتحل المشكلة الاساسية الا وهي الوحدة. بس في حاجة محدش قالها لك يا معلم. المفاجأة بقى يا معلم ان في رجالة متجوزة بار حاسين بنفس اللي انت حاسس بيه دلوقتي ده، نايمين جنب زوجاتهم او العكس ازواجهم، وبرضه لسه في وحدة لوحدك في كل اوضة في اي حتة تروحها، حتى لو حواليك طوب الارض. علشان الجرح يا معلم كان موجود قبل كده، قبل الارتباط وقبل الجواز وقبل كل ده. ولو انت ما سميتهوش دلوقتي، لو ما سألتش ربك الحل في المسألة دي بدل التدوير على حلول مزيفة، ممكن عادي تتجوز وتفضل تصحى الساعة 3 الفجر حاسس بنفس الإحساس ده بالظبط. الجزء ده بقى يا معلم أنا عايزك تسمعه بتركيز أعلى من اللي قبله. انت قضيت سنين يا صديقي من عمرك بتطلب الشريك أو الجواز أو الارتباط من ربك. عمرك ما طلبت السبب الرئيسي للموضوع والمشكلة بتاعتنا بتاعت النهاردة دي. بالمناسبة لو الفيديو ده ساعدك حتى لو بشوية صغيرة يا صديقي دوس لايك دلوقتي، ده بيوصله لحد تاني شايل نفس الحاجة دلوقتي. علشان كان في نبي من أنبياء الله قال الحاجة الحقيقية دي بصوت عالي لربك. ما طلبش مسكن يهديه شوية والسلام، لا، سمى الوجع والجرح نفسه حرف بحرف. والكلام اللي جاي ده بالظبط هو الإجابة لكل موضوعنا يا معلم. سيدنا زكريا يا صديقي وقف قدام ربك وقال ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. يا ربي ما تسيبنيش لوحدي وانت خير الوارثين. ما بدأش بالولد مثلا، بدأ بالوحدة، الحاجة اللي تحت الحاجة اللي ظاهرة على السطح، الجرح اللي الولد كان المفروض يداويه. سأل ربه على المشكلة الأول بصوت عالي. وبص بقى اللي حصل بعد كده من كرم ربك، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. 3 حاجات في آية واحدة. استجاب له واداله الولد وداوى مراته اللي ما كانتش بتخلف. الاستحالة الجسدية، الحاجة اللي كانت بتخلي الولد يبان مستحيل من الأساس. الجرح اللي سماه يا معلم ربنا جاوبه عليه على طول. والحاجة اللي ما طلبهاش بشكل مباشر اتصلحت كمان. ربك كريم مستوعب اللي حصل، هو سمى الجرح وربنا تكفل بالإجابة كلها. ولا الإجابة ما جاتش في نفس الليلة. بالمناسبة السنين اللي فضل فيها فاتح الجرح كانت جزء من إزاي وصلت الإجابة. الليلة دي هي الليلة بتاعتك يا معلم، هي أول ليلة لإجابتك. طيب بص خليني أوضح حاجة ليك. ده اللي أنت هتعمله النهاردة يا صديقي قبل ما تنام، وأنا قصدي النهاردة بالليل مش لما تكون مستعد. ادعي بدعوة واحدة، مش الشريك ولا الجواز. ادعي بدي ربي لا تذرني فردا. يا ربي ما تسيبنيش لوحدي. كل اللي عليك إنك تسمي وحدتك، مش الجواز، لا الوحدة. وبعدين اقعد معاها ولو لثواني. ما تجريش من على السجادة، ما تفتحش الموبايل دلوقتي،
ما تتحركش، فكر فيها واستوعبها. سيب الدعوة تلمس قلبك الأول لأول مرة في عمرك حتى. الحل هيجي يا معلم لو كان مكتوب لك إنه يجي، او ربك هيداوي الحاجه اللي وجعاك قوي دي بطريقه انت ما كنتش تتخيلها اصلا. في الحالتين يا معلم الجرح اللي جواك هو اللي هيتداوى الاول. يا بهوش بقى، انا دعيت قبل كده كتير، طلبت اكتر من مره، ما حصلش حاجه. بص انا فاهمك، بس برضو انا مش بقولك انك هتلاقيها النهارده وتتجوز في رمضان الجاي مثلا، وين يعني ده مفيش حاجه بعيده على ربك، بس انا بقولك على اللي هتقوله والطريقة اللي هتقولها لربك النهاردة بالليل، والمختلف فيها عن كل مرة انت كنت بتحاول تعمل الموضوع ده قبل كده. انت طول الوقت بتطلب منه يصلح اللي ظاهر، عمرك ما طلبت منه انه يقرب من اللي مكسور فعلا. الليلة دي انت بتعمل كده، بتعمل الصح. بص يا معلم، انت دخلت النهارده بالليل فاكر انك صالحت مع الموضوع، وبتخرج دلوقتي عارف ان اللي انت عملته فعلا هو انك سلمت نفسك لحكم قبل ما حد يقراه. بس في حاجه انا عارف انها تحصل دلوقتي حالا، اول ما تسيب الموبايل اللي في ايديك هتحاول تقول الكلام وتدعي بيه، بس صدرك هيفضل تقيل برضه ومش هتحس بحاجه. واول حاجه دماغك هتسوحك وتقولك عليها انك تاخد ده زي دليل، شفت انا فعلا ضايع. الصوت ده غلط يا معلم، وفي حديث واحد للنبي صلى الله عليه وسلم بيشرح ليه ده غلط بطريقه ما حدش شرحها لك قبل كده. عملت لك فيديو عن ده بالظبط، ايه معنى ده؟ انك لما اخيرا بترجع وتتوب مش بتحس بحاجه اتغيرت فعلا. موجود على القناه اهو، دوس عليه دلوقتي وبس كده، سلام.